قبل البداية مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الترحم على شهدائنا المسلمين جراء الزلازل في تركيا وسوريا. هيا بنا. فريق تشيلسي، الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لا يعرف طعم الفوز منذ انتهاء كأس العالم بقطر 2022 رغم إبرامه مجموعة من الصفقات المميزة، وكل هذا بدأ منذ إقالة المدرب الألماني توماس توخيل وتولي المدرب الإنجليزي غراهام بوتر. رغم إبرام الفريق البلوز عدة صفقات في الميركاتو الصيفي يتقدمها أوباميونغ وكوكوريلا، والمدافع السنغالي خالد كوليبالي، والمدافع الفرنسي ويسلي فوفانا، وأخيرا رحيم ستيرلينغ. وكل هذا بدأ منذ تولي الرئيس الجديد تود بويلي رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي خلفا للروسي أبراهاموفيتش، والذي حقق نجاحا باهرا مع الفريق الأزرق. ولكن تود بويلي لا يسير على الطريق الصحيح، فمنذ تولي المدرب الإنجليزي غراهام بوتر تدريب الفريق، حيث زاد وضع فريق تشيلسي سوءا، حيث تركه توخيل في المركز الخامس والآن هم في المركز العاشر رغم إبرامهم مجموعة من الصفقات في ميركاتو الشتوي يتقدمهم البرتغالي جواو فيليكس والذي أعير من أتلتيكو مدريد، إلى مودريك الأوكراني، وإلى إنزو فرنانديز أغلى لاعب أرجنتيني، إضافة إلى عدة صفقات أخرى، والتي وصل عدد صفقات تشيلسي من الميركاتو الصيفي إلى الميركاتو الشتوي الحالي إلى 18 لاعبا قادما إلى فريق تشيلسي الإنجليزي. ولكن النتيجة لا تأتي أبدا رغم صرف تشيلسي أكثر من نصف مليار دولار على الصفقات. فمن صفقة الأوكراني مودريك والتي قدرت ب100 مليون دولار، إلى صفقة الأرجنتيني إنزو فرنانديز والتي قدرت ب130 مليون دولار كأغلى صفقة في تاريخ نادي تشيلسي. وكل هذه الصفقات لم تأتي بالتغيير الذي يرجوه المدرب غراهام بوتر، وأصبحت لعنة توماس توخيل تشير بشكل سيء على فريق الأزرق. وإحصائيات توماس توخيل مع فريق تشيلسي تقول أنه لعب 100 مباراة، تعادل في 24 وفاز في 60 وخسر في 16 مباراة، وحقق 3 بطولات قارية أهمها دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي. ويبقى التساؤل الأهم، تشيلسي إلى أين مع كل هذه الصفقات، وخاصة مع رئيس النادي الجديد تود بويلي؟